اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا مش عايزه اقول لكم اللي قدامكم ده، دي حاجه بتتكلم عن نفسها. دي صينيه كيكه كده كنت عاملاها امبارح، بس النهارده الفيديو هنزله النهارده. قالب كيك كده زي ما احنا شفناه مع بعض في اول الفيديو، حاجه صغننه كده ما خدتش بالظبط نص ساعه في عمايلها. كيكه بالكريم كراميل، حاجاتها سهله وفي منتهى الجمال، طعمها تحفة. جربيها وامشي معايا بنفس الخطوات، هتطلعي احلى قالب صينية كيك بالكريم كراميل في منتهى الجمال. انا النهاردة معايا شفشق الخلاط، جبته بقى فقلت احط نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، وعليهم باكل كريم كراميل، وهضربهم مع بعض. حلو كده، حاجة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. فضينا الكريم كراميل على نص كوباية اللبن على نص كوباية الزيت، وبتتعمل بكوباية دقيق واحدة. حاجات اقتصادية وسهلة وفي منتهى الجمال وعلى قد الايد. قالب كده صغير عملناه كده، وكنا بالليل قاعدين زهقانين، قلنا نقوم نعمل حاجة صغيرة كده وفي نفس الوقت نشرب جنبيها كوبايتين الشاي. انتوا عارفين الشاي ما بيحلاش غير بالسقسقة او بأي حاجة جنبها. بعد ما ضربناهم مع بعض، نزلت عليهم ببيضة، وحطيت عليهم باكو فانيليا، ورجعت ضربتهم تاني مع بعض. مقاديرها سهلة وبسيطة وفي منتهى الجمال. نص كوباية الزيت، نص كوباية اللبن، باكو كريم كراميل، نضربهم مع بعض، وهنرجع نضيف عليهم بيضة وكيس الفانيليا، ونضربهم تاني مع بعض، وهنرجع ننزل بالخليط على كوباية دقيق، معلقة بيكنج باودر، منخولين مع بعض، وننزل عليهم بالخليط بتاعك زي ما احنا شايفين كده. حاجة كده جديدة بقى كده وسهلة وخفيفة. والكريم كراميل احنا قلنا ايه، ندخله للعيال في اي حاجة، في هما ما بيحبوش طعمه، فقلنا ندخله لهم في وسط الكيكة كده. يعني كل الحاجة ما بيحبوهاش ندخلها لهم في وسط الاكل. واللبن هما مش بيحبوا يشربوه، فروحت مدخلاه في وسط الكيكة. هنقلب بقى المكونات كده كلها مع بعض، نفضل نقلب بس كله في اتجاه واحد. نقلب 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 لحد ما الدقيق والبيكنج باودر والخليط كله يخش كده في بعضه ويندمج في بعضه كده. وبعد كده هنكون جايبين معانا الصينيه الصغيره بتاعتك او القالب بتاعك زي ما انت عايزه. تكوني طبعا دهناه زيت حاجه بسيطه، وتكوني قبلها مسخنه الفرن. انا هنا بعد ما قلبت بقى المكونات دي كلها مع بعض، حطيتها في القالب بتاعي ده، ورحت مدخلاها الفرن بالظبط كده ربع ساعة او اقل. وكانت استوت وما خدتش معايا وقت ولا جهد ولا مجهود ولا اي حاجة. تحلية من 3 مكونات بالظبط: زيت ولبن ودقيق وبضاية. حاجة سهلة واقتصادية وخفيفة وما بتاخدش وقت. ممكن مثلا لو عندك بنوتك كده مثلا كبيرة شوية وتقدري توقفيها في المطبخ لوحدها، ممكن تقوم تعملها. سهلة هي، ما مش صعبة. شايفين كده حبايبي؟ ممكن نعملها مثلا لاولادنا هم رايحين المدرسة، ياخدوها معاهم بدل مثلا ما بنجيب لهم مولتو ولا كيكة من بره. لا، احنا ممكن نعملها وياخدوها معاهم المدرسة الصبح، وهتعجبهم وطعمها جميلة وفي منتهى الجميل. هندخلها بقى الفرن قبلها اساسا تكوني مسخناه زي ما قلت لكم. ودي شكلها بعد ما طلعت كده من الفرن. بصوا بختبرها ازاي. خلة السنان ديت سكينة رفيعة عندك، هتدخليها كده في نص الكيكة استوت خلاص. انا بقى هنا رحت رشه على الكيكه كده على الوش باكل عسل، ده اللي كان في علبه الكريم كراميل، بيبقى فيها باكو عسل كده صغير. رحت رشاه كده على الكيكه من على الوش، هيطعمها ويديها شكل كده وادينا استفدنا منه باي حاجه. يعني بدل ما نقول مثلا هنعمل ايه باكل العسل ده، هنرميه ولا مش هنعمل بيه ايه؟ لا، مش هنرميه، مفيش حاجه هنرميها ان شاء الله. فروحت رشاه كده على وش الكيكه اول ما طلعت. بس انا عايزه اقولك الكيكه طالعه يعني بجد الله اكبر،
تحفة جميلة وعالية، والخرطة كده عالية، الله اكبر عليها. بصوا شكلها بعد ما طلعت بقى. انا كمان مش عارفة امسكها بايدي لان هي سخنة، بس الكيكة نافشة والخرطة طالعة عالية وجميلة من جوه. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، رمضان كريم علينا وعليكم. ما تنسوش اللايك لو عجبك الفيديو، والاشتراك في القناة. كل شويه اقولك ما تنسيش اللايك، حتى لو ما عجبكيش اعملي لايك. بصوا الكيكه طريه 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 ونافشه كده. بصوا الخرطه قد ايه جميله جميله جميله. اشوفكم على خير.